اسمع كده. اترسم قسيس سنة 16 ودخل بيت، فتحت له واحدة قالت له أنا جوزي بيخوني، وبيخوني جوه بيتنا جوه البيت. فابونا ده لسه مرسوم، فصار جواه وغضب. قال لها طب انت افتحي الملف وروحي في الملف وانا هكتب لك جواب. قالت له بس انا بحب جوزي. فقال دي ست مجنونه، طب بتحكي لي ليه؟ خلاص شيل الشيل. بعديها بسنتين ابونا نسي الموقف ده. بعديها بسنتين قالوا له فلانه دي بعيد عنكم عندها كانسر، فجاي يزورها. وما جاي يزورها لقى حاجه غريبه في البيت، لقى حبل نازل من السقف لغايه الارض. فخلاص قال ده بينضفوا بيعملوا. مره ناولها، مره الثانيه، المره الثالثه قال لها مش هناولك غير ما تقولي لي الحبل ده ليه. عنده فضول يعرف الحبل ده ليه، اصل كل مره ما بيجي بلاقي الحبل. قالت له اصل انا كنت بعمل مطانية لجوزي وانا سليمه، دلوقتي صحتي تعبانه فبمسك في الحبل وانزل عشان اعمل مطانية لجوزي. طبعا انتوا دي قصه حقيقيه موجوده عندنا في اسكندريه، مش بفتري في قصه ولا حاجه، دي قصه حقيقيه. بنزل اعمل له مطانية لربنا، اقول له يا رب خليك مع جوزي. ماتت الست وابونا صلى عليها ولقى قرب من الصندوق شهاده ابونا ريحه طيب عجيب ما شمهاش في حته تاني قبل كده جنب الصندوق، فسكت. بعديها بشهرين الست دي جات له في حلم، قالت له يا ابونا انا بشكر جوزي. جوزك تشكريه على ايه؟ قالت له جوزي كبر اكليلي والمجد اللي انا باخده في السماء بسبب جوزي لاني احتملت. ارجوك روح بلغ جوزي ان انا بحبه وخليه يروح الكنيسه.